الحق والعدالة يندرجون الحق ضمن علاقات اجتماعية، فالحق منهجية ترسم للسلوك طريقا للأخلاق الفاضلة، والحديث عن الحق يستلزم استدعاء مفهوم العدالة باعتباره قانون يضمن للإفراد التمتع بحقوقهم وسلطة تلزمهم باحترام الغير، ويعتبر مفهوم الحق من المفاهيم النبيلة لأنه يساهم في ترسيخ قيم الواجب والحرية والإنصاف. الحق بين الطبيعي والوضعي. هوبز يرى هوبز أن سبب رغبة الإنسان في الانتقال إلى حالة المجتمع هي الفوضى، حيث أن الإنسان قبل تكوين الدولة والمجتمع كان يتمتع بحق طبيعي ويستخدم القوة للوصول إلى ما يستطيع الحصول عليه. موقف روسو. يرجح روسو أن الإنسان كأن يتمتع بحقوقه في حالة الطبيعة، ومع تغير الأحداث وصل إلى مرحلة المجتمع، وأصبح التعاقد الاجتماعي منفذ لحقوق ثقافية. العدالة أساس الحق. موقف سبينوزا. العدالة هي تمثيل للحق وتحقيق له حسب سبينوزا، فلا توجد حقوق خارج إطار مؤسسة القانون، ولهذا لا يمكن أن يخرق الحاكم القانون لأنه هو من يعمل على تطبيقه. موقف آلن. أساس التمتع بالحقوق حسب آلن هي العدالة، والعدالة هي القوانين التي يتساوى أمامها كل الأشخاص بغض النظر على اختلافاتهم. العدالة بين الأنصاف والمساواة. موقف أرسطو. يرى أرسطو أن العدالة يجب أن تتجه نحو الأنصاف، ومعنى ذلك أن يتم تنفيذ القانون وفق فهم سليم له بمراعاة ظروف الإنسان دائما. موقف راولس. يرى راولس أن العدالة هي المساواة التي تنبع من أسس طبيعية ومستندة على اتفاق، ويتم بوجودها صياغة قوانين تركز على الإنصاف، وتتأسس العدالة على مبادئ أخلاقية، منها مبدأ الواجب الذي يلزم الإنسان الاتصاف بالعدل.